السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك فكرت قبل كده سيدنا آدم عليه السلام كان بيتكلم بأنهي لغة؟ أنا عارف إنه سؤال غريب وممكن تكون ما فكرتش فيه قبل كده، بس أنا حاولت ألاقي إجابة للسؤال ده، والحقيقة أنا لما قررت أدور على إجابة ليه كنت بحاول أوصل للحقيقة فعلا، أو على الأقل أوصل لأقرب حاجة للحقيقة، فعشان كده قررت إن أنا أقرأ كل المراجع وأسمع كل الفيديوهات اللي بتتكلم في الموضوع ده، وطبعا مش كل المراجع ولا كل الفيديوهات اللي في العالم يعني عشان المحنكين اللي بلاقيهم في الكومنتات، ولكن كان هدفي إن أنا أوصل لأقرب حاجة للحقيقة. أهلا بيكم، تعال أحكي لكم النهاردة عن حكاية لغة هي أقدم لغات العالم. الحقيقة إنها أقدم لغة في البشرية أصلا، لغة آدم عليه السلام. طيب لازم قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف إجابة سؤال تاني، وهو ليه في العالم كله أكتر من 7000 لغة حية رغم إننا كلنا من أبناء سيدنا آدم؟ يعني المفروض كلنا من نفس الأب والأم آدم وحواء، يبقى كلنا نتكلم لغه واحده. اللغات دي كلها جت منين؟ وهنا العلماء اختلفوا وكل واحد كان ليه راي. يعني مثلا من منظور اسلامي، بما ان احنا مسلمين، ان ربنا زي ما خلق السماوات والارض خلق كمان اللغات، وده مذكور بالنص في القران الكريم في سوره الروم ايه 24. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وهنا اشاره واضحه ان من ايات الله في الخلق هو انه خلقنا بالسنه مختلفه والوان مختلفه، والهدف من ده ايه تانية في سوره الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهنا الكلام واضح. وللعلم ان كلمه ايات في القران الكريم معناها الاعجاز، ان دي معجزه زي خلق السماوات والارض، اعجاز في الالسنه المختلفه والالوان المختلفه، وركز في الحته دي لاننا هنحتاجها بعدين. المهم، في بعض العلماء المسلمين قالوا راي تاني، وهو راي مذكور في التوراه في سفر التكوين، وهي حادثه برج بابل. وللي ما يعرفش القصه دي، هي قصه دينيه مذكوره في سفر التكوين بالعهد القديم، بتقول ان البشر اتحدوا ربنا ببناء برج شاهق يصل الى السماء، وده اللي خلى ربنا يغضب وبلبل السنتهم وفرقهم في الارض، والله اعلى واعلم. اما بقى لو بصينا من منظور تاريخي هنلاقي ان كل اللغات الحاليه سواء في الغرب او الشرق مصدرها لغات اقدم، زي اللغه الانجليزيه والفرنسيه والايطاليه مصدرها اللغه الهند اوروبيه. اما بقى اللغه العربيه والعبريه والاراميه رغم اختلافهم في الظهور الا ان مصدرهم واحد، واللي هم مسمينه اللغه الساميه الام. ومع الوقت والعزله الجغرافيه والاحتكاك بثقافات مختلفه طور نطق الانسان وظهرت اللغات المختلفه. وفي بقى راي ثالث وهو راي العلماء اللي هم علماء الانثروبولوجي. العلماء بيشوفوا ان اللغه دي جزء من تطور الثقافه البشريه، وكلمه تطور هنا مش بمعناها الالحادي، لا، هي فكره تنقل الانسان من مكان للتاني عبر العصور، وانتشار المجموعات وتعاقب الاجيال على مدى الاف السنين خلى الاصوات تختلف، ومع الوقت اختلفت اللغات. وانا مع الراي ده وهنعرف ليه قدام، بس خلينا دلوقتي نكمل. في نظريات تانية حديثه بتقول ان كل اللغات البشريه اللي موجوده حاليا اصلها لغه ام واحده ظهرت مع الانسان العاقل الاول. وبعيد برضه عن الالحاد ونظريات الالحاد اللي هم عمالين يدسوها في الكتب، المهم انها لغه ام واحده وانها اتطورت وبقت لغات تانية. طيب تعالى ننتقل لحقبه زمنيه مختلفه وقديمه جدا. بما ان احنا بنتكلم عن اللغات يبقى لازم نتكلم عن القلم والكتابه. واللي ما يعرفش فسيدنا ادريس كان ثالث نبي بعد انبياء الله شيث وادم عليه السلام، وهو كان يبقى جد سيدنا نوح. ومعنى اسمه ادريس اتقال فيه ان هو جايه من الدرس، اي كثره الدراسه والعلم، وده فعلا بيتناسب مع صفته، ان كان اول واحد يكتب بالقلم وعلم الناس الكتابه والخياطه والحساب والفلك. وكمان العلماء قالوا عنه زي ابن كثير والطبري والسيوطي وغيره ان سيدنا ادريس كان بيتكلم السريانيه، وان هو ربنا علمه 72 لغه والله اعلم، وان ال 72 لغه دول هم اللي كانوا موجودين وقتها في زمنه في العالم كله، وربنا علمه ال 72 لغه دول عشان يدعو جميع الامم لعباده الله الواحد الاحد. بعض العلماء قالوا ان سيدنا ادريس كان اول من دون العلم بالكتابه، وان هو اللي نظم اللغه وعلم الناس الحروف. يعني مش هو اللي اخترع اللغه، بس هو اول واحد يحول الكلام اللي احنا بننطقه للغه مكتوبه على ورق، وده طبعا كان انجاز ضخم كبير جدا وقتها. وهناك برضو اقوال تانية غير مؤكده بتقول ان سيدنا ادريس هو نفسه هرمس او الهرمسه عند المصريين القدماء، او اللي بيسموه تحت، وهو اله الحكمه عند الفراعنه. وطبعا دي عاده المصريين القدماء ان هم اي نبي بيألهوه او بيعبدوه من دون الله، بس ده كان راي بين العلماء في المقارنه بين الاديان. ولو كان فعلا هو نفسه ادريس فده يفسر ليه كان من اوائل من دونوا اللغه والعلوم في الحضاره القديمه. وهنا قالوا العلماء ان نبي الله ادريس كان يتحدث السريانيه لانها لغه الام، وده على قول برضو حسن البصري: خرج ادم من الجنه ولغته السريانيه. لكن الكلام ده مش حقيقي والله اعلم، وده مش رايي، ده راي العلماء، لان السريانيه مش قديمه زي ما احنا فاكرين. الحقيقه ان السومريه هي اقدم لغه مكتوبه اكتشفناها. لكن خلينا نكمل ونشوف. فكده يبقى نبي الله ادريس هو حلقه الوصل بين اللغه الام اللي هي لغه سيدنا ادم واللغات الساميه اللي بعدها اللي انتشر منها اللغات والعلم كله في العالم كله بعد كده. ولو تاخد بالك انا هنا بقول العلماء المسلمين، يعني مش بجيب حاجه من عندي، وكله موجود في المصادر تحت في الديسكريبشن. ودايما بنحرص ان مصادرنا كلها تكون من علماء مسلمين، بس بنحاول نقول كل الاراء التانية. طيب كل الكلام ده عايزين ليه دليل، وبما ان كل اللغات جايه من لغه ام واحده
اللغة اللي المفروض هي السريانية، وبعدين ال 72 لغة اللي اتكلم بيها سيدنا إدريس. بس قبل ما نقول أي أدلة، هو إيه الفايدة أصلا من إثبات ده؟ يعني إحنا عايزين نثبت إيه؟ بمنتهى البساطة، في زمن انتشر فيه الإلحاد وتشويه الدين وإخفاء الحقائق، لازم يكون لنا دور في نشر الرسالة الواحدة اللي جينا عشانها، واللي كانت هدف رئيسي في نزولنا الأرض، وهي كلمة أن لا إله إلا الله، وإثبات إن كل اللغات أصلها لغة واحدة. ده بيدمر نظرية التطور وبيهدمها، لأن ده معناه إن كلنا أولاد حواء وآدم، مش من قرود، لكن القرود اللي بيؤمن بالخرافات دي. المهم نرجع لموضوعنا. أنا الصراحة عملت بحث بسيط كده وحاولت أوصل لأقدم 72 لغة قدرنا نوصل لهم وأشوف الرابط اللي بينهم، لأن زي ما قلنا إن كل اللغات راجعة ل 72 لغة اللي هم اللغات اللي علمهم ربنا لسيدنا إدريس. فجبت ال 72 لغة دول وحاولت أشوف الرابطة اللي بينهم، وهل الكلام ده حقيقي، للرد على الناس اللي بتشكك في صحة الإسلام وكل التاريخ اللي قلناه حسب المنظور الإسلامي. فعملت البحث والنتائج اللي وصلت لها كانت الحقيقة صادمة جدا ومدهشة بالنسبة لي. أولا جمعت أقدم 72 لغة عرفتهم البشرية واللي احنا اكتشفناهم واللي هم ظاهرين قدامكم على الشاشة. السومرية، ودي كانت أقدم لغة مكتوبة معروفة، والمصرية القديمة والأكادية والأشورية وغيرها لحد ال 72. وبعد ما جمعتهم حاولت أدور على كلمات حتى لو كلمة واحدة يكون نطقها نفسه في ال 72 لغة، حتى لو قريب منه. وليه اخترت النطق؟ لأنه اللغة أولها بنطق وبعدين الكتاب، فلو وصلت لنفس النطق ونفس المعنى، مش مهم نفس الكتابة، لأن ده بيبقى معناه إن الكلمات دي اتنطقت بنفس المعنى ونفس الشكل. لكن مع اختلاف الثقافات وتعاقب السنين طبعا شكل الكتابة اتغير وظهرت اللغات المختلفة. المهم بالنسبة لي إنها تكون نفس النطق ونفس المعنى، واللي لقيته الصراحة كان صدمة، لأن كان في كام كلمة كده قليلين جدا جدا جدا، وحاسس إن هم معناهم كبير جدا، مشتركين في ال 72 لغة كلهم في نفس المعنى وقريبين جدا جدا في النطق، وراجعين من وقت سيدنا آدم لحد يومنا النهارده. وأول كلمة لقيتها هي كلمة الأم. أيوه، كلمة ماما اللي بنقولها دلوقتي في مصر وفي الدول العربية. موجودة برضو مام في الإنجليزية، كانت في السومرية اسمها أما، وفي المصرية القديمة كانت بتتنطق موت، وفي اللاتينية ماتر، في اليونانية القديمة متر. شيء عجيب. وتاني كلمة لقيتها هي كلمة بابا، زي ما هي موجودة في العربي والإنجليزي كانت في السومرية آبا، وفي الأكادية أو الأشورية أبوه. لحد ال 72 لغة نفس النطق تقريبا، كلهم بيتمحوروا حوالين حرفين، الباء والألف، والأم نفس الحرفين، الميم والألف. تالت كلمة لقيتها وهي كلمة الماء، واللي هي موجودة في السومرية أو اللي هي الألف الممدودة، وفي اللغة الأكادية مو، وفي اللغة المصرية القديمة مو. أما بقى في الصينية القديمة فكانت بتتنطق مي. كلهم بيتمحوروا حوالين الميم والألف الممدودة، واللي هي موجودة حاليا برضو كلمة الماء. كلمات غيرهم زي النار والروح والأنا والشمس كلهم بيتمحوروا حوالين نفس النطق العربي اللي موجود حاليا عندنا، كلهم بيتنطقوا بنفس الشكل وليهم نفس المعنى. لكن الأغرب والأهم واللي كنت حقيقي ببحث عليها كلمة الله في ال 72 لغة. يعني كلمة الله مثلا في السومرية كانت بتتنطق آن، وفي الأكادية إلهي، وفي الأشورية البابلية إيل، واللي هي طالع منها كلمة الإله في العربية والعبرية. والمصرية القديمة بقى، وده الغريب، إنها كانت بتتنطق نيتشر، واللي هي كانت بمعنى الله أو الإله أو رب كل شيء، واللي هي اتنقلت بشكل غريب جدا، نفس النطق كلمة نيتشر في الإنجليزية، ولكن معناها في الإنجليزي يعني الطبيعة. مش بس كده، أوروبا دلوقتي بتقول إن كل حاجة موجودة في الكون من صنع الطبيعة، اللي هو من صنع نيتشر. لكن في المصرية القديمة كان معناها الإله أو رب كل شيء. شوف الكلمة اتحولت من الله والرب إلى الطبيعة في أوروبا ودول الإلحاد، اتحولت بشكل عجيب. وبعيدا بقى عن النقطة دي نكمل موضوعنا. في الكنعانية إيل، واللي هي برضو تعني الإله. أما بقى في اللغة السنسكريتية، واللغة دي كانت من أقدم اللغات في شبه القارة الهندية، كان لكلمة الله 3 كلمات أغرب من بعض. وليه بقول أغرب من بعض هتعرفوا دلوقتي. أول كلمة ديفا وشيفا وبرهمان، ودول 3 آلهة في الهندوسية دلوقتي، كل واحد إله مختلف يرمز عن حاجة مختلفة، مع إن أصلهم واحد، كلمة الإله أو رب كل شيء. الكلمة اتحرفت من الإله الواحد أو رب كل شيء أو رب أو خالق الكون كله لعدة آلهة وشرك بالله، وطبعا كعادة البشر. بس معنى الكلام ده إيه؟ لو لاحظت التقارب في النطق بينهم كلهم وبين كلمة الله وإيل وإله وإله وإيلو، نفس النطق نفس المعنى، أو بيتمحوروا حوالين اله والألف والألف الممدودة. كل اللغات السامية القديمة اشتركت في نفس النطق اللغوي تقريبا، حتى السومرية والسريانية والكنعانية والأرامية والأكادية، حتى الكلمات اللي مش متشابهة في النطق اللي قلناها زي ديفا، واللي كان معناها في السنسكريتية النور القوي المطلق، بتتفق مع القرآن بشكل عجيب. سبحان الله في قوله الله نور السماوات والأرض. وفي الآخر اللي عايز أقوله ومعنى كلامي بعد البحث ده كله، إن الرابط اللغوي اللي بيننا وبين بعض واللي موجود حتى بيننا وبين أجدادنا من آلاف السنين هو من أكبر الأدلة على إن اللي خالق الله الواحد الأحد الفرد الصمد. حتى لو اللغات اتبدلت والناس اتطورت، هيفضل في رابط عجيب بيننا وبين بعض في كل شيء.
عشان تكون برهان على كل واحد بيحاول ينكر وجود الخالق عز وجل. الحقيقة هتفضل موجودة لحد يوم القيامة وهتتنقل عبر العصور. مهما حاول أعداء الله إنهم يبدلوا أو يحرفوا، هتفضل كلمة الله هي العليا وكلمتهم هي السفلى. البشر من أول ما اتكلموا كانوا بيحاولوا يقولوا نفس الكلمة بنفس النطق، قد تكون اختلفت شكل كتابتها عبر العصور، اتكتبت بلغات مختلفة، ولكن كانت دايما موجودة من لحظة نزول آدم، وهي كلمة الله. في الآخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو في موضوع عايزنا نبحث فيه ونتكلم عنه اكتبوا لنا في الكومنتات. وقبل ما تمشي، كل الكلام اللي قلناه في الحلقة موجود المصادر بتاعته تحت في الديسكريبشن، بص عليها بص. شكرا.